السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم أم وليد المسانية. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم وصفة نتاع البيتزا في المقلاة بالصلصة البيضاء، تجي بزاف بنينة وبعجينة خفيفة وهشيشة، ونعطيكم كامل الأسرار باش تنجح معاكم هاد البيتزا وما تجيكمش كامل معجنة. باش نعملوها تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. نبداو بالعجينة تاعنا، هي الأولى اللي عندي فيها 4 كيسان تاع الفارينة، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلويات. نبداو بالفارينة تاعنا هي الأولى. شوفوا هنا لازم تكونوا غربلتوها من قبل، هايدا باش تتفاداو أي حاجة تكون في هذيك الفارينة تاعكم. ونبداو هنا نحطو هاد المكونات الجافة هي الأولى، هايدا بهاد الطريقة. نزيدو هذيك الملعقة كبيرة نتاع الخميرة وملعقة تاع السكر. شوفوا هنا اللي تحب تعمل غير كمية قليلة من هاد البيتزا تعمل غير 2 كيسان تاع الفارينة، وهادو تعمل غير نص ملعقة نص ملعقة. واللي تحب تعمل كمية كبيرة كيما انا، هاد الكمية عملت لي تقريبا 7 تاع الخبيزات نتاع البيتزا. من بعد ما خلطت هداك السكر والخميرة مع الفارينة، نعاود نمشي نزيد عليهم ملعقة صغيرة من هاد خميرة الحلويات، ونعاود حتى هي ندخلوها مع هادوك النواشف، ونمشي نزيد عليهم 4 كاس تاع الزيت بهذه الطريقة. ونحاولوا ندخلوا هذاك الزيت مع الفارينة غير بالملعقة. شوفوا هنا حلوا مليح هذوك الكويرات تاع الزيت باش من بعد كي تبقاو تزيدوا الماء ما يجيكمش هذوك الكويرات تاعهم في وسط العجين. ونجيب كاس تاع الماء دافي، نعملوه هيدا شويه في الاول، ونزيد ملعقه صغيره نتاع الملح. شوفوا انا هاد الملعقه تاعي صغيره على بها عملت زوج. ونزيد ملعقه كبيره نتاع الخل، ما تكونش معمره بزاف. وهنا ما يهمش الخل اللي تعملوه، عملوا الابيض ولا هذا الاحمر، المهم ما يكونش منكه بكاش نكهه تاع الثوم ولا نتاع الزيتون. كما نعرفوا الخل راه فيه بزاف انواع. وندخلوا هذاك المكونات كامل حتى نتحصلوا على هذه العجينه. وهذاك الدور تاع الخل يعتبر كماده حافظه. مام هذه العجينه تبات معاكم وتخليوها في الفريجيدار، تزيد تولي خفيفة والقوام تاعها يزيد يولي بزاف شباب. وكما شفتوا انا هاد الكميه دخلت لي تقريبا 2 كيسان تاع الماء. هذاك الكاس الزاوج بقى لي منه غير هذاك الربع في التالي. ونعاود نبقاو نعملو في هاد العجينه، ندربوها غير هايدا كيما اللي نعملو المطلوع. هنا ما تعجنوهاش كامل، غير دربوها غير هايداك بيديكم شويه وخليوها تخمر. عملوا عليها هايدا ساشي ولا بابي فين وخليوها تخمر لمده 45 دقيقه. وفي الوقت اللي العجينه تاعي كانت تخمر، انا مشيت قطعت شويه اسكالوب وحرشت عليه بشويه ملح، شويه فلفل الكحل، شويه سكينجبير وشويه فلفل الاحمر، وعملتهم يتقلاو في شويه زبده وشويه زيت. وفي الجهه الاخرى جبت كميه تاع لا كريم فريش. شوفوا هنا استعملوا اي نوعيه، انا استعملت هذيك الا اللي تجي زرقاء. نزيد عليها هايدا كميه تاع الفرماج اللي تحبوا، اي نوع تحبوه. ونزيد رشه خفيفه تاع فلفل اسود، ونمشي ندخل هذاك الفرماج غير فيها هايدا. انا يعجبني كي يقعد فيها هذوك القطع تاعو هايدا صغار. واللي ما يحبش يجيب البغا ميكسور ويميكسي هذيك لا كريم تاعو. هاي دي النوعيه اللي خدمت بها انا. وعندي كميه تاع الزيتون وشويه جبن مبشور. شوفوا هنا اللي تحب تعمل الكفته تعمل، اللي تحب تعمل الشامبينيون تعمل، كل وحده والمقدور تاعها. واللي تحب تاني تعمل الطون تاع الزيت تاني يجي بزاف بنين. وهاودي هنا العجينه تاعي كانت خمرت معايا. شوفوا لي كيفاش راها طالعه وراها خامره ما شاء الله. نمشي نحي عليها هذاك الكيس البلاستيكي، وشوفوا لي هذاك القوام والشكل تاعها كيفاش راه. شوفوا باش تعرفوا العجينه تاع البيتزا نجحت معاكم، كي تشوفوا هاد الخيوط على العنكبوت تشكلوا فيها هايدا، سيرتو اللي تكونوا ماشيين تعملوها في المقلاة. شوفوا لي هذاك الخيوط كيفاش راها ناجحة 100%. هايدا دوك العجينة تجيكم هشيشة وتجي مقرمشة من برا وطرية من الداخل، وتجي بزاف بزاف بنينة. وهنا حاولوا تهبطوا هذاك العجين تاعكم بهذه الطريقة، حاولوا تلموه كيما اللي كان في الأول. ونمشي نعملهم على شكل كريات. شوفوا هنا كل وحدة وحجم المقلاة اللي عندها مقلاة كبيرة تعمل كريات شوية كبار، اللي عندها المقلاة شوية صغيرة كيما تاعي تعمل كريات على حجم العجين تاعها. ونعاود نرشو شويه فارينه باش نحلو فيه هذاك العجين تاعنا بهذه الطريقه باش نشكلوهم على شكل كريات. ونجيبو البلا اللي نعملو فيه هذوك الكريات تاعنا ونمشيو نقطعوهم بهذا الشكل. شوفوا كل وحده والحجم اللي تحب تعملو كيما اللي قلت لكم. انا كنت عملتهم على 6 تاع الكريات، بصح من بعد عاود شط لي من العجين كامل وخرجت لي هذه الكميه 7 تاع الخبيزات نتاع البيتزا. ونكمل نشكل كامل الكريات تاعي بنفس الطريقه.
ونخليو عجينه وحده باش نخدموها هي الاولى، وهاد الكميه اللي راها باقيه نمشيو نغطيوها بكيس بلاستيكي ونخليوها على جهه، ونعاود نرشو شويه فارينه على لو بلان دو طرافاي. شوفوا هنا من الاحسن بيتزا تاع المقلاة تحلوها هايده بالفارينه، ما تحلوهاش بالسميد. كيما نعرفوا السميد كي نعملو هايده فوق الغاز في مقله خفيفه ولا خفه ينحرق معاكم. ونمشي نحل العجينه تاعي بهذه الطريقه ونعملوها في مقله. شوفوا هنا من الاحسن باش بيتزا تجيكم بنينه وخفيفه، المقلاة تاعكم تكون خفيفه، ما تكونش من هذيك النوعيه اللي تجي ثقيله. هذا هو السر باش البيتزا تاع المقلاة تجيكم ناجحة 100%. لازم المقلاة تاعكم تكون خفيفة، على خاطرش الا عملتوها ثقيلة هذاك العجين يطول باش يطيب معاكم وتولي لكم كيما الخبز. شوفوا هاد الطريقة المبتدئات اللي ما يعرفوش يحلوا العجين، كي تعملوا هايدا العجينة في المقلاة تاعكم تعاود تجيبوا هذه اللي نقطعوا بها نتاع البيتزا وتنحيو هذيك الكمية اللي زايده. وشوفوا هنا حاولوا تعملوا السمك تاعها رقيق كيما اللي راكم تشوفوا. انا راني مرقطها على خاطر راه فيها خميره الخبز وخميره الحلويات باش كي طيب ما تجيناش كيما الخبز. عملوها رقيقه باش القوام تاعها يجيكم مليح. ونزيدوا هذيك الكميه نتاع الكريمه ونزيدوا المكونات الاخرين. نزيدوا هيدا شويه اسكالوب شويه فرماج وهداك الزيتون، وتجي بزاف بزاف بنينه هاد البيتزا. وبالنسبه اللي ما يحبوش هاد الصلصه البيضاء تنجموا تعملوا لاصوص طوماط العاديه نتاع البيتزا، طيبوها وتعملوها بهذه الطريقه. ونعملوا هيدا حبيبه تاع الزيتون ونمشيو نعملوها على الغاز. وهنا السر المهم والاساسي في هذه البيتزا هي طريقه الطهي تاعها. شوفوا هنا في الاول تعملوها على النار تكون قويه كيما اللي راكم تشوفوا، وكي تشوفوها بدات تنتفخ معاكم. شوفوا هنا ما راهاش تبان بزاف على خاطر الاضاءه عندي شويه قويه. كي تشوفوها بدات تنتفخ معاكم تعاود تنقصوا على الغاز كامل وتخليوها طيب معاكم بهذه الطريقه. شوفوا راني منقصت له كامل ونخليوها طيب. هنا دوك تعبي معاكم ميم با 5 دقائق. وهاودي هنا كانت طابت معايا. شوفوا لي القوام تاعها كيفاش راه يبان. هذيك العجينه راها تبان منفخه وراها ناجحه 100%. هنا تبعوا لي غير طريقه الطهي كيفاش تعملوها وتكون ناجحه معاكم. وهاودي هنا نمشي نقصها قدامكم. شوفوا هنا ما اديش نصور لكم كامل الكميه على خاطر كيما تعرفوا هاد البيتزا لازم تنتكل وهي سخونه. سما اللي كنت نطيبها كنت نحطها للدراري ياكلوها. وهاودي هنا بعد ما كنت قطعتها معاكم شوفوا لي كيفاش جات ما شاء الله. جات رقيقه، ما جاتش معجنه، ما جاتش خشينه، وجات بزاف بزاف بنينه. والحاجه الاساسيه باش تنجح معاكم هي طريقه الطهي تاعها. واللي يحب يحمر لها هذوك الجوانب تاعها كي طيب تنجموا تحمروهم لها بالشاليمو. شوفوا هاد البيتزا يموتوا عليها الدراري الصغار. حاولوا تعملوها لوليداتكم وتفرحوهم بها هايدا مره على مره. وهذه هي حبيباتي، ان شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو نتاع اليوم، ونلتقي في وصفات اخرى قادمه ان شاء الله. سلام.